معظم المناديب بيفرحوا لما المنتج يخلص بسرعة، وأغلبهم بيكون فرحان وهو بيخسر. طب إزاي الكلام ده؟ استنى هفهمك. معظم المناديب أول ما يلاقوا منتج بيخلص بسرعة بيفرحوا ويقولوا الحمد لله المنتج نار. لكن على أرض الواقع وخاصة في الاف ام سي جي سرعة البيع مش معناها نجاح، وده أول درس لازم أي مندوب يتعلمه. لأن ممكن المنتج يخلص عشان الكمية كانت قليلة جدا، وممكن يخلص لأن التاجر طلب أقل من احتياجه، وساعتها الرف بيفضى والمستهلك بيشتري من المنافس. في الاف ام سي جي بنسمي الكلام ده اللوست سيلز او المبيعات المفقوده. يعني انت فرحت والشركه خسرت والتاجر كمان خسر. عشان كده المندوب الشاطر ما بيفرحش ان المنتج خلص، وما بيسالش نفسه المنتج خلص امتى. هو بيسال المنتج قعد كام يوم على الرف قبل ما يخلص، وبعد ما خلص الرف فضل كام يوم فاضي. لو الرقم ده كبير يبقى عندك مشكله، حتى لو المنتج خلص بسرعه. الخلاصه، ما تبصش على سرعه البيع، بص على سرعه نفاذ المخزون، لان في فرق كبير جدا ما بين الاتنين. وانا متاكد دلوقتي ان في ناس كتير هتختلف معايا. بس انت قول لي، انت لسه شايف ان المنتج اللي بيخلص بسرعه يبقى منتج ناجح، ولا بعد الفيديو ده غيرت رايك؟ مستني ردك في التعليقات، لان انا كمان كنت شايف ان منتج نار، لحد ما في مره مديري سالني وقال لي هو المنتج ماشي كويس قوي كده، ولا انت بتنزل للناس اقل من احتياجها؟ ومن يومها بطلت افرح لما المنتج يخلص بسرعه.